تستعد مجموعة صينية جديدة لضخ ملايين الدولارات من أجل الاستثمار في البطاريات الكهربائية بكل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تكساس. ويتعلق الأمر بمجموعة تنسي ماتيريالز تكنولوجي جروب باعتبارها المورد الصيني الرائد للإلكترونيات الكيميائية لبطاريات الليثيوم التي تخطط لإنشاء مصنع لها في المملكة. وأوضح بلاغ للمجموعة الصينية أنها قررت استثمار 280 مليون دولار قصد إنتاج وإيع معدل بطاريات الليثيوم أيون دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع المهم. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يشرح المصدر نفسه، فإن المجموعة الصينية تخطط لبناء مصنع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200,000 طن من الإلكتروليت. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أسابيع قليلة من التوقيع في مدينة مراكش على مذكرة تفاهم بين المغرب ومجموعة كوتيون هيتاك القاضية بإنشاء نظام بيئي للإنتاج الصناعي من قبيل بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخين للطاقة في المغرب، التي تتطلب استثمارات تقدر بنحو 65 مليار درهم.